نحكي اليوم مع موهبة كبيرة، معلم بأكتر من مجال. يعني كنا مفكرين بس بالكوميديا، طلع الأكشن منه هين أبداً، طلع الدراما كمان على أكتر. يعني صياد جوائز عالمية، يا هو بيصطاد الجايزة يا الجايزة بتصطاده. عادل كرم، أهلا وسهلا فيك. هلا فيك. أول شيء كنت مأكدة إنه بس بدنا نلتقي رح نلتقي بهيدي المنطقة. بالأشرفية. إيه. إيه. عادل، أنت مش بس حافظ ناسا، حافظ دراجة، حافظ أحجارة، حافظها كلها. يعني أنت الجيد الأول للأشرفية. إيه؟ بكل فخر بقول لك إيه. إيه. أنا فيني أغمض عيوني وأقسم لك إياها شارع شارع وزروب زروب. ليه علاقتك هالقد فيها هالمنطقة؟ بس لأنه جيت فيها؟ ممكن بس مم. أنا بالنسبة لي بلاقيها الأشرفية من أحلى المناطق مم. اللي بشوفها. أنا بلاقيها كتير حلوة، فيها خصوصية. كتير. مزبوط، قال كل دراجة بتودي يعني كلها بتوصل بعدها بالدراج. تنوصل موصولة أغلبها بالدراج. مم. وفي ناس ما بتعرف إنه في دراج، في ناس من الأشرفية ما بيعرفوا إنه فيها دراج، وما بيعرفوا إنه في دراج موصولة لشوارع تانية قد ايه بتمشيهم؟ بشكل يومي. بدها ركاب. بدها ركاب. إيه. مم. يعني لهيك انا بفضل امشي لحالي. في كثير من اصحابي بيقولوا لي خلينا نمشي معك، بقول لهم ايه، آه. لا ما بيتحملوا. لا يعني قولي تبقوا قال على الطريق بلا دراج. ايه، لانه كثير بحب متعبة. زورب فيها مثل ما بقولوا باللبناني. مم. بطلع دراجه كثير فيها. مم. بحط الهيدفونز وبمشي شو بتسمع؟ وبتفرج. شو بتسمع على الهيدفونز انت وماشي؟ عندي موسيقتي محفظ لايبرري لإلي. ايه. بحلم فيها الموسيقى. عندي مم. نوع موسيقى تخليني احلم. بعتقد بستعملها بالمشي، بعرف. بستعملها ايه. بالجيم. بحطها بالدنيا وإلى وقت معين بستعملها. وأوقات ما بمشي على الساعة، بمشي على الموسيقى، على وقت الموسيقى. على وقت بس الموسيقى. تعرف انت حدا ما بعرف اذا الناس بيعرفوا، انت حدا بتنقي الموسيقى مش العادة. يعني انت ما بتسمع اغاني، انت سينيفيل درجة اولى. الساوند تراك تبع الافلام، السينما والسيريز حتى. يعني في عندك شيء خصوصية كتير كبيرة بالموسيقى اللي بتسمعها. صح. هيدي لأنك بتتابع، لأنك ممثل، لأنك بعالم السينما. يمكن كلهم باكج جايين عندي. ايه. يعني من أنا وقبل ما بلش تمثيل. مم. وهيدي مش كتير ناس تعرفها. إنه كنت اشتغل دي جي بثلاث إذاعات. ثلاث إذاعات مختلفين عن بعضهم. في منهم 2 تسكروا. يعطيك العافية. وحدة بعدها موجودة اللي هي راديو نوستالجي. نوستالجيا عم تحكي انت اللايبرري الفرنسي والانجليزي وكل الموسيقى طبعا. موسيقى العالم القديمه. كنت اشتغل باذاعه كان اسمها اراميل راديو موليبان. يلي كانت تلعب كل شيء هيتات جداد. كنت اشتغل كمان بنفس الوقت هو كلهم باذاعه كان اسمها هيت اف ام، تلعب بس انجليزي واغلبها روك. شو اخذك على الدي جي؟ كنت بحب الموسيقى من أنا وصغير، كتير بحب الموسيقى. وبسمع. بدنا نعتذر من بسمع زمامير يعني قاعدين بالأشرفية بلوكيشن على خط مستشفيات ايه اكيد. بس المطرح حلو بازالت بجنن. هون كلها على حجر البازالت يلي حولتوه كتير حلو. هلا بقول لك عنه بحكي. بس انه موضوع الموسيقى انه انا من انا وصغير بسمع اجنبي ما بسمع عربي. وهذا شيء عمل لي مشكلة بعدين اني ما بسمع عربي. بشو عمل لك مشكلة؟ بالوقت بلشت اشتغل بالبرامج، اقدم برامج. وبلشنا نستقبل ضيوف. ما بتعرفهم؟ في ناس ما بعرفها. عم تمزح؟ كان في ضيوف يجوا لعندك ما بتعرفون، كيف تخلص حالك؟ مش كله، مش كتار. يعني في كم حدا قطعوا معي ما كنت بعرفه. شو بتعمل عادل؟ بعمل دوفوار تبعي. يعني بسأل طارق مين هو. شو عنده شيء هتات لاسمعها بسمعهم. بتحضر حالك. حتى ياخد فكره. مش انه لا، مش انه نوصل على السات بس في ناس ما بعرفها. في ناس بعرفها من هي بس مش سمع لها. ما بسمع كثير كنت عربي. هلا مش انه ما بسمع ابدا. لا بس انه توجهك كان اكثر على الغربي. يمكن الغربي اكثر. طيب عادل، مرحلة انت فتحت موضوع تقديم البرامج، بتحس انه مرحلة تقديم البرامج بترجع بتعيدها؟ بتحبها؟ اول شيء بتحبها؟
قد ايه مسمح لنا نكذب بالمقابله؟ ولا شوي ابدا. على كل حال لو كذب بده يبين. هلا يعني كنت بدك تكذب، شو كنت بدك تقول؟ لا ما بتحبها. معقولة تعيدها بس؟ ممكن. ليه ما بتحبها؟ هيدي مربحة، رح اقول لك بعدين ليش مربحة. انت تخليت عن لقب كتير مهم بحياتك لانه كانت مش مربحة قد المربحة الثانية. هلا بعدين بخبرك عنها. اوكي كمل لي على البرامج. البرامج انا بس بلشت الكارير تبعي بلشت بالتلفزيون. التلفزيون عبارة عن انواع برامج. بلشت بالسكتشات بالاول، صح، الكوميدي. بعدين انفتح علي. لا كان اول مره قدمت برنامج، هلا تذكرت اول برنامج مره قدمته كان على الفيوتشر بالليل مفتوح اسمه. اي طبعا كلنا بنذكره. وقتها دكتور نديم ملا كان هو رئيس مجلس اداره تلفزيون الفيوتشر اذا ماني غلطان، ولا كان دكتور علي جابر، حدا منهم. وقتها قال لي انه تصور دكتور علي جابر قال لي انه ليش ما بتقدم وقتها جرب الليل المفتوح. وقتها جربت. ما طقت حالي. بعدين اكتشفت انه هن ما حبوني. اجيت الوطأة اخف. قال لي لا بلاها. بعدين بس انتقلت على الام تي في تغيرت وقت نوع البرامج. وقتها طارق طلع بفكره الليت نايت شو. طارق كرم خيك اللي هو منتج، وهلا رح نحكي عنه. ايه طلع بوقتها بفكره الليت نايت شو، هو والمخرج ناصر فقيه اقترحوا علي، وانا ما كتير وقتها. وهنيك بلشت اقدم بس ما بخبي عليك وما بخبي على اللي عم يحضرونا انه انا من اول مره قدمت ان كان بالفيوتشر او بالام تي في اي برنامج قدمته كنت انا مقدم فيه، كنت ممثل عم بلعب دور مقدم. قديشك حقيقي لتقول هالشغله؟ بكل صراحه بقولها. لهيك انا باوقات مثلا بيبقوا عم بيعرفوا عني الممثل ومقدم البرامج. بعقص الحمد لله انا ما قلت مقدم برامج. ايه ماني مقدم برامج، ما ابدا ما لي علاقه فيها، يعني صفه انبهبط علي. بفضل بلاقها يعني. ما بحب حدا يقول عني مقدم برامج، ماني مقدم برامج، كنت ممثل عم بيلعب دور مقدم. مشان هيك كتير ناس بيغلطوا بحقك لما بيقول وقفت تقديم برامج رحت على التمثيل. هو لا، انت تمثيل صح، ومرقت فتره تقديم برامج صح. وبعدين بقيت بالتمثيل. بتعرف عادل، عندك ناس بكل المناطق، يعني احنا ابتدينا من الاشرفيه بس مناطق لبنان كلها في عندك ناس بيحبوك بيتابعوك وبيعاتبوك بنفس الوقت. اللي بيعاتبك بيكون بحبك ولا بس يعني من نظرتك للكارير تبعك شو اكتشفت اكتر؟ الناس بتعتب عليك لأنها بتحبك بدها اياك تكون بقرار اكتر وايز او حكيم اكتر باتخاذ قرار كيف بدك تطلع، ام بيعاتبوك لانه في غيره بمطارح تانية؟ هلا هو كلمة عتب بتيجي من المحبة. ايه بده يعاتب يبقى بحب الشخص بيعاتبه. هلا ما بعرف مين عم بيعاتبني، على شو عم بيعاتبوني، شو لا انه في اوقات مثلا الانتقاد يلي انتقاد ايه انا لطفتها شوي. في ناس بينتقدوني على شو؟ ما مرق ولا مرة انه انتقدوك الناس بكل مسيرتك بشكل عام؟ بلا بشكل عام. ايه كيف بتقبل؟ لا كيف بتقبل النقد يعني؟ كيف بقبل النقد؟ ايه؟ كيف بتقيسه؟ حسب اذا النقد كان بوجه بوجه عم بينقلب بوجهي في له تعاطي خاص برد عليه. اذا النقد مش بحضوري من عندهم عم بيحكوا حدا ايه وصل لي اياها ما برد. واذا على السوشيال ميديا اكيد ما برد. فهيدي من هلا بتيناها وحسمناها انه انا ما برد. اوكي هي رح نحكي فيها موضوع السوشيال ميديا. بس الانتقاد انه شوفي انا بس حدا بده ينتقدني لقال لك انه مثلا انه قلبي كبير مثلا انه ما بتضايق لا بنزعج. لانه انا اللي بده ينتقدني بده يكون افهم مني باللي بعمله، يكون فاهم ليقدر ينتقد. ايه يعني ما فيك تكون انت مثلا وظيفتك ما خاصه بوظيفتي تيجي عم تعمل انتقاد انه بقول لك انه لا نحن لنا حق عليه. هي على فكره هي شغله بتزعجني كثير. دائما بقول انه نحن لنا عليك. شو لك علي؟ انا عم بعمل شغلي للتلفزيون او للسينما،
انت عليك تدفع، او التلفزيون عم بيجي لعندك ببلاش، انت عليك تحضر يا بتحب يا ما بتحب. بس انك تعطي رايك وتنتقد وتصير مثلا فوت معك بالخاص مش مبرر. لا بدي بلش معك من النهايه، نقطه انتهى. هلا برمضان العنوان حازم كتير، نقطه وانتهى. صح. مسلسل شو؟ مسلسل كيف توضعه بين كل الاعمال اللي مرقت بالنسبه لك؟ عندي احساس بالاشياء اللي بعملها. في اوقات اشياء بعملها ببقى حاسس بالاساس انه مش ظابطه، بتطلع هيدا عندي احساس حلو فيه تجاهه. ايه عندي احساس كتير حلو. يعني بتعتقد من بين اجمل الاعمال اللي مرقت؟ ايه والله لا. حلو. إيه. طيب، مع عابد فهد وندى ابو فرحات وانس طياره. صح، ومجموعه كبيره طبعا. اكيد، بس انه تقريبا هول الوجوه اللي بارزين تقريبا فيه. كيف كان التعاون؟ التعاون كان جيد جدا. يعني نحن ناس بروفيشنالز، يعني بنشتغل، بنيجي بنعمل شغلنا على اكمل وجه. كان استاذ عابد، كان ندى، كان انس، كان انا، يعني التعامل جيد جدا، كان رائع. وهذا كله بيعود لليوم للماده اللي عم نقدمها. يعني نص حلو، اخراج حلو، الانتاج رائع، الاكيب كله بجنن، كان في تناغم. فبتخيل انه بده نتيجه حلوه. دورك بنقطه انتهى، اول مره بتلعب هالنوع من الدور. نحن ما رح نكشف شو، بس انت لاعب هالشخصيه قبل ولا شخصيه جديده؟ انا دوري المسلسل محامي. اول مره شخصيه محامي عنده طموحات سياسيه. محامي لبناني عنده طموحات سياسيه. طبعا في حدا لبناني ما عنده طموحات سياسيه؟ لبناني ليش عم بقول لك لبناني عنده طموحات سياسيه. وانسالت انا انه كتير حضرت له للدور، قلت له لا احنا عايشينه لانه يعني ضعت من مين بدي نقي 128 واحد ضعت. فشكلت ولا طبعا القصه انه ما اكيد شوي انه فيها يعني مثل ما بقولوا ملح وبهار اكيد للدراما يعني اكيد لحتى الدور جديد، ما انه دور وبدل ما يكون على شاشه وحده على 3 شاشات. اسم الله، روتانا دبي، ورؤيا وعم منصه كمان 4 MTV وعلى المنصه. والله شو يعني بنحضر بس عادل كرم؟ يعني وين مقلبنا نشوف عادل كرم هلا؟ لا عادل كرم وعابد فهد اكيد معنا الحكي الكل. يعني بتعرف ليه؟ شوفوا نقطه يعني لأقلك لانه في اعمال اوقات بتنظلم ما بتطلع الا على منصه. صح. واليوم بعده مثل انه التلفزيون راحت ايامه، خاصه برمضان التلفزيون هو اللي بيجمع الناس. اكيد بعده لليوم. اكيد. انت كنت بدور العمر. انا بالنسبه لي من احلى المسلسلات على قلبي، انا كتير بحبه هالمسلسل. انت وسيرين عبد النور وديامان ومجموعة كتير كبيرة، مخرج سعيد المروق والمنتج طارق كرم. يعني صنع في لبنان كله عمل بيور لبناني. وكتابة ناصر فقيه، ما كان مخرج، كان مزبوط، كاتب. كان كاتب فيه. مستوى عالمي جدا المسلسل، ونزل على منصة. تعتبر انه انظلم؟ ما أخذ حقه لأنه ما طلع على شاشة التلفزيون. اليوم مش كل الناس بتعرف تتعامل مع المنصة. مش كل الناس بدها تبحث، بدها تروح للتلفزيون. مش كل الناس عندها قدرة المنصة. اليوم تلفزيون ببلاش واصل لكل الناس. صحيح. الله يرحمها أمي، أنا كنت كل ما بدي دور العمر تحديدا، كنت كل ما بدي تحضر الحلقة اجي لعندها على البيت، حضر لها إياها، إلا بتكبسي هون وتوقفي هون. يعني الكبار بالعمر صعب عليهم اليوم. منصة مش واصلة لكل البيت. كيف كانت التجربة بدور العمر؟ لأنه بدنا نمرق بالكارير تبعك على كل الاشياء، وعندك فوق 14 فيلم يا مفتري. هلا رح نحكي. بس خبرني شوي عن تجربة دور العمر. تجربة دور العمر كانت أكثر من رائعة. لأنه النص كان مبكل، كاتبه ناصر بطريقة ما اضطريت حتى أغير حرف فيه. سعيد المروق كان أخوت. صحيح. أنا لأنه بالمعنى الحلو مبدع يعني. كان عم بجن وأنا عم جن معه. جنينا سوا.
سيرين كانت بتخوف. اي صحيح، بتجنن، كان اداء بتخوف اداء رائع وحشه. وكل ضيف بكل حلقه، لانه هي بكل حلقه صحيح. تقريبا في ضيف عم بتطلع فيهم، عم شوفهم انه في ضيوف اوقات ممثلين يعني شغالين سوا قبل او شايفهم مش شغالين سوا بهيدا العمل، كانوا عم بيعطوا اجمل ما عندهم. ليه؟ مين وراء اداء الممثل؟ من وراء اداء المخرج والممثل. صح اكيد، ما هو اذا ما كان اليوم بس يكون عندي نص حلو وشخصيه انا شايفها راكبه براسي وعم بشتغلها من كل قلبي، بدك تنجح. بهون يعني كتير على المخرج بالاداره طبعا. اوكي، هون سعيد اشتغل اداره ممثل بشكل رائع، بيشتغلها بطريقه سينما. صحيح. اوكي، لان السينما مختلفه، تكنيك مختلفه تماما عن المسلسل اكيد، والتلفزيون كله طبعا. مدرسه لحالها، اشتغلها بطريقه سينما. لهيك المسلسل انا لقيته ما في حلقه فيها دروب، كل حلقه عالي، وفي ماستر سينز كتير في هيدا المسلسل كتير. يعني في مشهد انت وسعيد سرحان، الفايت اللي عملتوه شيء مش طبيعي كمان. هيدا الفايت اللي اشتغلناه هيدا اخذ النهار تحضير وتمرين. وقد ايه اخذ قاعده بالمستشفى بعدين ولا لا؟ ما اذيته يعني كان في هالقد روح المستشفى بينكسر ضلع لانه كان عندي مشكله بظهري ومضطر صور المشهد. واشتغلنا. واو. ايه واشتغلنا، كان من اجمل الاشياء عملها بحياتي. بتعرف انت لك حصه كتير كبيره مع الصباح، وهيدا الشيء حلو يعني اكثر من عمل. شوف فيها عم طلع بالساعه وقت الجاردوري. ايه جاردوري بطلع بس. ايه مين رح يجيب كيمبرلي ماريا؟ هلا الشباب بيجيبوها. لاول مره منحرم عادل من انه يروح يجيب بنته من الجاردوري. بنتك عمرها 2.5 سنين. هلا باول ايار بتصير 3. الله يخلي لك اياها. بتعرف رح نحكي هلا، بتعرف شو؟ قوم رح جيبها لنرجع نكمل. يلا. عادل كرم، كتار الممثلين اللي لعبت بطولة انت وياهم، كتار المخرجين اللي وقفت قدام كاميراتهم. عندك خليني اقول مكتبة طويلة وكبيرة بالافلام بالسينما، رح نحكي عنها لحالها. وبدي امرق كمان على بعض المسلسلات اللي قدمتها خلال مسيرتك. عم بحكي عن الدراما، يعني مع الصباح قدمته بطلوع الروح مع منى شلبي واحمد السعدني. المتهمة، ذكرني بعد، عندك دولار، قبل دولار مع أمل بشوشة يمكن. صح. والهيبة الجزء الرابع. صح. الهيبة الجزء الرابع كنت بطل قبل بطل. هيدا الشيء يعني الناس كلها حكيت فيه. بالموسم الأول تيم حسن هو بطل الموسم الأول والثاني والثالث. الموسم الرابع عادل كرم بطل، صح؟ عم نشارك البطولة. أنت ما بتقول. طيب أنا رح أقول. لما بينجح العمل بيكتروا مواسمه، بيصير في أجزاء، بيكتروا أبطاله، وبالنهاية بنصير نشوف في أبطال قبل بعضها. يعني ما بتعود نجاح المسلسل مرتبط بشخص واحد. بأجزاء الأولى يمكن، بس بالأجزاء الثانية بيصير في يعني بطولة جماعية لحتى تنجح العمل. كيف كانت تجربة الهيبة الموسم الرابع؟ تجربة الهيبة كانت أنا على فكرة أنا حتى بشكل سريع اللي قال لك أنا كنت من متابعين هذا المسلسل، أول جزء وثاني جزء ثالث جزء، بحكم صداقتي مع المنتج زياد الخطيب اللي هو الكرييتر تبع هذه السيريز عند شركة صباح والمدير التسويقي. فكنا دايما نحكي وكذا. فأول ما أجى الجزء الرابع حكي معي قال لي حابك تكون معنا. انبسطت كتير لأنه أنا مسلسل نتابعه وبحبه وشخصيته حلوة. التجربة كانت من أجمل التجارب، من أجمل رحلات حياتي. خلينا نسميه، أنا بسميهم رحلات. رحلة حلوة كتير، كانت صعبة لأنه بوقتها كان صار في كورونا، فاضطرينا نوقف كتير. هيدا الشيء شو بيعمل؟ بيهبط الممثل؟ مش بيهبط، بيبعدوا عن الجو. ايه ممكن. ممكن. هون انا هو دايما الواحد بيكتشف حاله. انا اكتشفت انه لا، انه انا شاطر. قدرت حافظ والقط الكاركتير وضل كامشو بكل هالفتره التيمبو تبعه
بكل الفتره اللي وقفنا فيها اللي تقريبا شهر. نمر السعيد كان. نمر السعيد. واللي عانى منه الأمرين هي مرتي بالبيت. اللي انه خلص انه كل وقت انت نمر السعيد بوجهي هالقد، لانه عشتها كثير الشخصيه. ولهيك انا قد ما انبسطت فيها المسلسل وانبسطت بالشغل والشخصيه حلوه، بقول لك انه تجربه اكثر من رائعه. عادل، في ادوار الممثل بيعتز فيها وفي ادوار بتعطيه شعبيه. اي دور بتعتز فيه لو ما كان هو الاكثر شعبيه بين ادوارك، بس انت بتحس انه هيدا عادل كرم باي دور باي عمل؟ شوفي انا بس اشتغل سينما بحس حالي اكثر. انا اكثر من الدراما اكيد. انا بس هي الدراما اللي هي المسلسلات ايه بالسينما انا بحس بلاقي عادل كرم بالسينما. ايها قضيه 23 او شي يوم كل الافلام او كراميل كل الافلام اول هلا لوين شو بعدل لك 14 فيلم كتار. بس بشكل عام هلا شغل لانه في بيناتهم افلام في مشاركات وفي بيناتهم كوميدي. لا انا بلاقي حالي اكثر بالافلام الدراما يلي شي يوم لحفل يعني. ايه يلي هن الكراميل هلا لوين. بس اجمل رحله بالنسبه لي واكثر واحد اكثر. بتعرفي انا بخبرك شغله، انا ما بحب احضر حالي. ليه؟ ما بعرف، ما كتير بحب بالافلام بالبرامج بفهم. بشكل عام ما كتير بحب احضر حالي. ليه؟ بتخاف تلقط وين قشطت، وين غلطت، وين لانه انا بشوف غلطي. في كتير ناس مثلا بيحضروا بيقولوا واو، انا بلاقي لا هون غلطت. العمل مع احترامي لكل العمل، هول هن اعمالي هول. انتبه، هول انا لإلي طبعا. لقيت انا بلاقي حالي اكثر شيء وحبيت حالي بكل تواضع بالقضية رقم 23. هذا الفيلم أجمل رحلة بحياتي. 18 جايزة عالمية، بيناتهم 4 أو 5 جوائز بست أكتر. أوسكار، فيلم راح أوسكار. أنت بتعرف أنه مش بس راح أوسكار، بتعرف أنه لقبك لمدى الحياة بيضل قبل اسمك أكاديمي أوورد نوميني إلى أن تحقق وتصير وينر مثلا. وعندي إياها شهادة، عندي إياها حيب البيت معلقة. لازم أنا أقول اليوم يلا نحكي مع الأكاديمي أوورد نوميني عادل كرم. حلوة. طيب هيدا تعب وإنجاز عملته. بتعرف إنه لبنان فات لأول مرة بالأوسكار من خلال هيدا الفيلم. صح. بتحس إنه انظلمت عادل؟ مش كتير بيتضوى على هيدا الموضوع ولا لا؟ بلا انظلمنا. انظلمنا لأنه هيدا الفيلم المفروض كان ياخد الجائزة. بس في كتير عوامل ظلمتنا. بس أملنا كبير يرجع نعمل فيلم تاني. بتشوف لحظة استلامك أوسكار؟ بحلمها؟ بحلمها. لأني وصلت لهونيك. أنا وصلت، قعدت قدام جايزة ناطرتنا فوق. خبرني عن هاي التجربة شوي. شو صار معك؟ يعني كيف عشتها؟ نحن يعني الناس اللي منا معنية بهيدا الحدث ما بتعرف تفاصيله. الأوسكار هي أعظم جايزة بياخدها الممثل بشكل عام. صح. بالعالم هي الأوسكار. أنت كيف اختبرت هيدا الشعور؟ يعني بمين تلاقيت؟ حكيت مع حدا صار شي قصة معه؟ التقيت بكذا حدا. التقيت بكذا حدا. خبرنا شي قصة منهم. التقيت في كتار الممثلين بتلتقي فيهم. والملفت انه هنيك على فكره ما بياخدوا سيلفي وبيتصوروا مع بعضهم، هي ما مش موجوده غير عن بكره بتصير عندهم عم. التقيت فيهم كتير، واللي حكيت انا وياه كتير فتحنا حديث الموسيقى العالمي هانز زيمر يلي عامل موسيقى لاين كينج. هذا شغل كمان عنده اوسكار. زلمه معه اوسكار طبعا. واقف انا كنت بينعملوا حفلات قبل حفله الاوسكار للفئات. اوكي شو صار بهيدي الحفله تبعت الفئه تبعتنا؟ كان زياد دويري عم بيقول كلمته، انا واقف بيجي شخص من وراي بدق على كتفي بيقول لي اكسكيوز مي وكذا، عم بيحكيني بالانجليزي انه فيني احكيك. برمت انا قلت له انا ايه ما عرفته بالاول. انا مركز على زياد، عم بطلع على زياد. انا زياد المخرج يعني المخرج زياد دويري. انا برمت هيك قلت له انا ايه يلا انطرني بعدين. صار يحكي، هو عم يحكيني ويمدح بالفيلم ويمدح فيي وقال لي انه حبيت كتير الفيلم وكتير ان شاء الله انا اكيد حاسس رح يربح هيك. يقول لي وانا كتير حبيت ادائك بالفيلم، انت رائع. وعم بيحكيني مشاعر
وانا يعني لدرجه انه صرت انه خلصني. مين انت؟ ايه انه ما عرفته لاول وهله ما عرفته. فان. ايه انا خلصني بقى، عم بحكي معه هيك ومركز على زياد. شوي قلت له هو قال لي سوري بس انه ما عرفتك حالي، انا هانز زيمر. طبعا انت انا بس قال هانز زيمر دغري شطط. شفت لاين كينج يعني اكيد الاوسكار شطط يعني قشط وجهي كله. برمت انا هيك صرت انا وين بدي اخبي وجهي. عرفت انه هانز زيمر. عرفت حلو بس لحظه كثير برمت وسلمت عليه قلت له ام فيري سوري وكذا، اعذرني بس انه قال لي لا بفهم كذا وفتحنا حديث. حلو. وهيك يعني رحله منا مش كل يوم تنعمل. في ممثلين بهوليوود مش عاملينها. صحيح بهوليوود مزبوط، مش رايحين على الاوسكار، ما عاملين ريد كاربت. انا عملتها. وانا فتت بالخمسه النوميني توب 5 الموفيز بدهم يتنقى منهم واحد. نقلونا من ورا، قعدنا قدام لانه المفروض بالاوسكار لانه وقت سريع كتير، بس نقلونا قراب لتستلموا لانه بنظرهم. اللحظه اللي قربت انت شو قلت؟ صرنا انا وزياد وبريزيدان انطون السحناوي كنا قاعدين انه طالعين السينما خلص قربونا طالعين السينما واذ استلموا. بس بتعتبر خسرته او ربحته؟ ربحنا، ما بنخسر، ما في خساره. برافو، ما في خساره. اليوم وجودي انا بالاوسكار ربحت. كان كمان قصة معك قصة كان يعني اول فيلم عملته مع نادين لبكي كان اسمه كراميل. راح كان صح وجهي خير. حط عينه على الجوائز. ما في مهرجان ما راح عليه عادل، مش معقول. مهرجانات كلها تقريبا اغلبيتها العالميه. فانيس رحنا عليه بالقضيه 23 اخذ بست اكتر. صحيح. حلوين هول. ايه هول الجوائز هول بينبش عليهم الممثل. هول شو بيعطوك؟ بيصير شروطك اعلى؟ بتفكر بهالطريقه؟ لا ابدا. يعني انا ولا نوميني بالاوسكار لا. انا اخذت هيك، انا فيلم اللي شاركت فيه حاز على جايزه او مشاركه. لا هول لإلي. ايه بس ما هول مش ما بحطهم ما بشارط فيهم انه انا سعر لا. شو شروطك لما تقبل عمل درامي او فيلم سينما؟ شو يعني شو بهمك؟ النص، القصه، الباكج كله. المخرج، مين عم ينتج هذا المسلسل او هذا الفيلم، كلهم باكج. بتعرف قضيه 23 بدي يعني مرقنا عليها، بس المخرج زياد دويري منه بس مخرج بالنسبه لعادل. لا ما هيك؟ لا، كتير بيأثر عليك كإنسان. أثر علي كتير. وبعده كيف علاقته فيك؟ هو طبعا من أهم المخرجين والكتاب، يعني اشتغل مع كوينتين تارانتينو، اشتغل مع زياد أفلامه بالب فيكشن، وست بيروت. بيروت الغربية. أنا بس نعرض وست بيروت لزياد دويري، أنا من الممثلين كنت أحلم إنه شي نهار ممكن أشتغل معه. حكيوني جينجر وقتها قالوا لي إنه زياد دويري بده يشوفك، بده يعمل لك كاستينج. هذا التليفون وقت اجاني انا، هيدي احلى جايزه كانت بالنسبه لي. امتى كانت؟ باي سنه؟ بال 2017. يعني كان عندك حضورك انت كمان؟ طبعا. اول لقاء انا وزياد دويري قال لي بتذكر أنا قال لي عادل انا ما بعرفك. هيك دغري هيك بلش معي. قال لي ما بعرفك. قلت له مش بالضروري تعرفني. ما عندك هيدا الايجو كيف؟ لا 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 لا. قال لي قلت له مش بالضروري تعرفني. قعدنا نحكي عن الفيلم وعن الشخصيه. تعرفت على زياد دويري الفنان، مش بس المخرج، الفنان، الإنسان العميق اللي عنده فيجن بتخوف. وصار يخدني معه بأحلامه وتعلقت فيه من وقتها واشتغلت أنا وياه. وبعدني لليوم بقول أنا يا ريت شي نهار برجع بشتغل معه، لأنه زياد دويري نحن خسرناه بلبنان. أي نحن خسرناه صح، مثل ما خسرنا كتير اشياء. خسرنا هذا الشخص، وهاي الخساره اثرت علي. انا رحت معه على الاوسكار، كنت مفروض انا نعمل فيلم تاني نرجع نروح فيه على الاوسكار. شو المانع هلا؟ ما في يجي على لبنان. فيك انت تروح ولا كمان صعبه؟ زياد حقيقي، بس بده يصور شيء عن لبنان، بده يصوره بلبنان. بس بده يحكي عن قصه لبنانيه بدها تصور بلبنان. صح 100%.
تعاونك مع المخرجين في أكثر من مخرج كان، يعني أنت تعاونت مع سامر البرقاوي، مع ليال راجحة، مع نادين لبكي، حكينا عن زياد وحكينا عن سعيد المروق. كل مخرج له طريقته بالعمل، وأنت كممثل محترف كيف بتتأثر؟ يعني بتقول هيدا المخرج صرت تعرف طريقته فبعرف كيف أتعامل معه، ولا خلص ما بتشوف مين المخرج، المهم أنا بدي أدي بالعمل؟ بتحسب حساب مين المخرج؟ أنا التكنيك تبعي بشغلي ما بعرف تكنيك غيري، بس أنا التكنيك تبعي اليوم بس بدي أدي دور بقعد أنا والمخرج كتير، لأنه في الفيجن تبعيته، في هو كيف بده، يعني بالنهاية هو بده يخبر القصة. أنا شغلتي ساعده كيف نخبر القصة، كيف توصلها، كيف وصل هيدي الشخصية اللي هو شايفها، كيف بدنا نوصلها للمشاهد. فبقعد أنا وياه بنحكي كتير كتير، يعني أوقات بيزهق مني المخرج قد ما بحكي معه، قد ما بسأله، فبعطي حالي كلني للمخرج الموجود معه. يعني أنا يعني شو بدك، كيف بدك نرسم هاي الشخصية لنخبرها، تاع أنا وياك نشتغلها. مين أكتر مخرج هيك مش إنه بتفضله، يعني منه سؤال منطقي، بس مين أكتر مخرج هيك يعني بتحب إنه دايما توقف قدام كاميرته؟ كتار. مين ما اشتغلت معه عبالك يعني كمان كتار؟ سمي لي حدا مع مين ما اشتغلت وبتشوف إنه إذا اشتغلتوا سوا بتعملوا شيء حلو. كمان ما تخليني أسمي حدا لأنه كتار. لأنه كتار. عندك عمل ضعيف بحياتك؟ إيه. عندك الجرأة تسمي لي أضعف عمل بالنسبة لك كان عادي قطع؟ حرام كرمال قيمته ما بحب أحكي عنه. زمان ولا هلأ مؤخرا؟ بدي لعبك لعبة يعني. زمان. من زمان. في أعمال ضعيفة وهذه شغلة عادية وطبيعية بشغلنا. ايه طبيعي اكيد. اكيد. طيب عادل، خلينا بصناعة المسلسلات والدراما. شو حريص تشوف؟ يعني الممثل، نحن كجمهور بدنا نعرف الممثل بحب يحضر غيره شو عامل ولا بده يقارن؟ يعني بأي نظرة بتحضر مسلسلات غيرك؟ حسب إذا شدني المسلسل ولا لا، حسب مين اللي عم بيمثل فيه، حسب مين اللي عامله. في مسلسلات أو أعمال بتشتغلوا فيها بتخلق فيها صداقات وبتنتهي أو بتكمل؟ ما في صداقات. ما في صداقات. أوف أبداً. كل شيء اشتغلت بهول ما طلع لك ولا صديق بعدين؟ مش صديق يعني بمعنى صديق. كلمة صديق كلمة كبيرة. صح. لا، في إنه زملاء. مش إنه شو بيحكمها المنافسة والغيرة؟ لا. شو بيحكمها؟ لا، بس اليوم شغلنا اليوم في كتير من بعد عن بعض كتير. بس بس في يعني أنا كلهم بحبهم، كلهم بسلم عليهم، علاقتي جيدة مع الكل، بس أنا ما بلاقي في صداقات. طيب في قصص حب أوقات بتخلق بين الممثلين، صارت معك؟ إيه والله صارت معي. ليه بيتأثر الممثل بأداء المشهد؟ لا ولا بيكون لا، ما خاص الشخصية بتأثر فيك. وكيف تنتهي عادة؟ بشعة. ليه مشكل؟ ما عم بقلك لأنه بمجالنا اليوم أنا وحدا حبينا بعض، خلص وصلنا محل صار فيه بدنا نفترق. أنا بدي أرجع التقى أنا وياها بشي محل، إلا ما يجينا شي عمل تاني نلتقى شو بنعمل؟ أنا بتقطع معي، هي بتقطع معها ولا بتسأل مو عارف. وهيدا اللي عنيته، مشان هيك صرت بعيد عن هيدا الموضوع. تقدر تتحكم بعواطفك كتير. أوكي. يعني ما بتتسرع، ما بتطب الحب بسرعة، وما أنا بتتسرع بقرارك. عقلك أكبر مؤثر بالعلاقة مش بقلبك. لا أنا بحب المنطق، ما بحب هيدا مرة وحدة حبيت من هون، كنت صغير، كان عمري شي 15. والله مبكر كتير. خلصت منها على 18 وطلعت طلوع بقى، صرت صار من هون. صرت حب من هون. عادل، هلا
نحن قادمين على عمل أنا بستغرب إنه ما تلاقيته قبل، مع إنه تلاقيته يعني عم بحكي عن جورج خباز. جورج خباز تلاقيته أوكي بعمل براندو الشرق. أوكي أنت كنت بين هلالين. هلا نسيت مثلا جورج صديقي. تعرف جورج صديقنا كلنا. صديقي جورج، عرفتي؟ لأنه جورج أنا أصدقاء أنا وياه يعني أكثر من غيره يمكن من قبل براندو الشرق. أكيد. بتعرف بحس أنا صديقنا كلنا جورج. مين ما بحبه لجورج؟ في إجماع عليه حقيقة. بتعرف أنت طليت بحلقة من حلقات براندو الشرق، كنت ضيف بالمسلسل، معقول يرد لك إياها شي نهار؟ ما في بيني وبين جورج هيك أبدا، يعني إنه ما في إنه هاي برد لك إياها. لا أنا وجورج علاقتنا أعمق من إنه برد لك وما برد لك. بس رح تطلعوا سوا وجه بوجه بمسرحية جديدة تقطيع علينا، يعني حتقطعوا فينا. ليش تأخر هيدا التعاون؟ يعني تطلعوا، هو رح يكون الكاتب، هو الكاتب والمخرج. وانت وياه بس على المسرح. شو رح تعملوا؟ حنسترجع الماضي. اللي فيني خبرك عنها للمسرحية هي انه هي من انتاج طارق كرم خي حبيبي، وكتابة واخراج جورج خباز. شو اسمها طيب؟ اسمها خيال صحراء. راح تنعرض بشهر آب على مسرح كازينو لبنان. بلبنان بس ولا رح تطلعوا فيها؟ أول شيء بلبنان. أوكي. كل شهر آب. من بعدها لكل حادث له حديث. هلأ ليش تأخرنا؟ لأنه صار في ظروف تعرفي يعني، مشان هيك المفروض تنعرض عيد الميلاد. فاضطرينا من وراء الظروف اللي صارت يعني والحرب اللي صارت اضطرينا نأجل. انت كمان تلاقيت بجورج خباز بأصحابه الأعز، كمان فيلم أصحابه الأعز كمان اشتغلتوا سوا. شو بيجمعك بجورج؟ جورج أنا بحبه من زمان قبل ما نشتغل سوا. أنا بلاقيه فنان متفوق كتير يعني، غير لأنه هو بيكتب صح، بيكتب حلو، وبحب تفكيره كيف بيفكر، بحب تمثيله، بحب شخصيته، بحب كيف بيشتغل الشخصية اللي بده يلعبها. أنا بلاقي جورج من الأشخاص اللي كتير قليل يعني، من الفنانين القليل مثل جورج. أوكي، أنتوا عم تحضروا هلأ تختلفوا بمقاربة الأشياء؟ ما في كلمة نختلف، مش خلاف يعني، أوقات المقاربة بتبقى مختلفة بينك وبينه. بس قد ما فيه بجرب. أنا برجع بقول لك لأنه هو المخرج، هو شايف الفيجن. بجرب أنه اخذ واعطي انا وياه لشوف هو شو شايف، وين بده يروح. وبيرجع يعني بناخذ ونعطي. هذا الشغل اخذ وعطى. عادل، خيال صحراء هلا الجديد المسرحيه، بس كمان في شيء تاني بدك تعلن عنه، واذا انت ما اعلنت انا رح اعلن عنه. في عمل جديد لايت كوميدي لاول مره بتلتقي مع هالممثله بالذات. بدك تقول ولا بقولها انا؟ انا بفضل اذا انت بدك تقولي حتى تطلع منك، لانه انا ما بحب اقول عن الشغله قبل ما الا ما تصير يعني خلص يعني انه بلشتوا. عادل كرم ونادين نجام قلتها نقصتك. فعلا رح تتلاقوا بلايت كوميدي ان شاء الله. حلو. في بوادر يعني، في هيدلاينز هيك لا بلشتوا تحضروا؟ التقيتوا بعد لانه هلا بعدها عم تنكتب، عم ينكتب مع الصباح كمان، مع شركه صباح. كتابه ناصر فقيه المبدع. ناصر فظيع اكيد. والمهضومه نادين. نادين شفناها شوي بلايت كوميدي بزهره، مهضومه صالون زهره. بس ما بتعرفها كتير. لا رح تعرف عليها بالمسلسل أكتر. تقدروا تشتغلوا سوا ولايت كوميدي من دون ما يكون في شوية علاقة لو قصيرة يعني أو أحداث. ما هو المينيموم موجود يعني. أنا بستلطفها كتير وبستهضمها، وهي بتستلطفني وبتخيل تستهضمني. يعني لازم بحبها هي وهي بتحبني، فهول الباز مزبوطة. مين المخرج؟ بعد مني عارف. عشان هيك قلت لك مني عارف. طيب بدنا نحكي أكتر عن عادل يلي تخلى عن لقب المعلم عادل. تذكر هيدا اللقب؟ لا ما بتذكر. بيقولوا لك المعلم. هالمرحلة اللي مرقت بحياتك كنت المعلم. بلا. بدنا نعرف شو هي. اوكي.
عادل كرم المعلم عادل. هيدي اللقب اللي كان قبل اسمك بمرحلة بحياتك. صح. هاي المرحلة مش حكي عنها أصلا، أنت ما بتطلع بتحكي، يعني قليل لا تطلع بمقابلات. يعني اليوم نحن محظوظين عم ناخد كتير قصص. كنت معلم عادل بشو؟ بالذهب. تفضلوا بقى. مصمم مجوهرات من الدرجة الممتازة. صح. يعني كانوا يتقاتلوا عليك البراندات المجوهرات لتصمم لهم، صح؟ اشتغلت ايه. طب كيف هيك 10 سنين؟ 9 بالضبط. 9 سنين. تخليت عن لقب المعلم تروح على التمثيل، بلكي ما كان في معلمية بالتمثيل. كيف رحت تركت هيدا الريسك؟ خلص هذا القدر هيك يعني. كنت عم بشتغل شغلة ما بحبها، برعت فيها وما بتحبها. ايه. كيف هي ما بتصير هيدي معك؟ كنت عم بشتغلها صح. بس ما فيها شغف. لا ما كنت. كيف هلا انا لانه انا من انا وصغير بعرف استعمل ايدي كثير يعني. فنان. عرفتي؟ برسم. بعرف استعمله، فاشتغلت بهيدي تصميم مجوهرات. بس ما كنت حبها. انت واقف على البلكون، مشهد عم بيصير تحت البيت، فجأة صرت بقلبه، وبعدين صرت عادل كرم. صرت عم مثل. ليه؟ شو اخذك على التمثيل؟ شو المغريات اللي كانت بوقتها؟ مصاري. شو عم تحكي؟ مجوهرات. ما بتطلع اكثر من ما كنت، لانه مش يعني كنت اشتغل انا يعني. كنت اشتغل معاش، عندي معاش. بالتمثيل. بالتمثيل لقيت انه بالتمثيل اشتغلت معهم نهار قد معاشي. خبرني عنها. لا شغله مربحه عن جد. وهيك معه صرت هونيك، يعني من هون صرت هونيك. بعدين انتبهت انه انا اللي عم بعمله هون بحبه. هذا اللي بحبه، هذا اللي بحب اعمله. اكتشفت، لقيت حالي يعني. تعرف طارق خيك هو عنده فيجن، ما كان شايف هالموهبه عندك. مش معقول، لانه بشوف بيعرف. بلا هو كان شايف فيك هالموهبه. هو شافها. ناطرني لخلص جامعه واشتغل شوي، وبعدين اجى قال لي حطني على السكه الصح، واللي هي انا مشان هيك انا مدين له بكل حياتي فيها. لانه شوف اليوم مش ضروري يكون واحد فنان وشاطر بإدارة الأعمال، لأنه شغلتنا بدها إدارة أعمال. بده واحد مين يديره، بده مين. أنا لأن ببقى مركز، يعني مركز على لوحة معينة، بس مش منتبه إنه هذه اللوحة مثلا شو بدها، كيف بدها تنباع، ولا كيف بدها تنباع بعدين. فهمت علي؟ طارق شغلته بيعرف. اجا مش بس انا، يعني بوقتها كنا مجموعه وقتها، من ضمنهم انا يلي ركز علي اكثر، لانه انا شايف فيه فيجن. انت بتقول خي طارق كرم خيي، الحمد لله طارق خيي كل يوم. كيف ربيته؟ انتوا 3 شباب، احلى تربيه. اشرح لي كيف هاي البوند اللي عاملينها مع بعضكم. هيدي خلقت من شو؟ من الام والبي؟ ام وبي. بيي مات بكير، امي استلمت الموضوع، وامي أنطوانيت هي كل شيء. هي اللي هي اللي من وراها. من 2 لهلا الله يرحمهم. سنة إلا 2 إلا شوي. 2 إلا شوي. شو افتقدت بغيابها؟ سنة وشوي. سنة وشوي. شو افتقدت بغيابها؟ اشتقت اشوفها كل يوم، اشتقت احكيها كل يوم، اشتقت اضحك انا وياك كل يوم، اشتقت اكل عندك كل يوم. انت بتتغدى يوميا؟ اشتقت بتعرف انه امي خلصتني من الموت. كيف؟ اخر مره انفجار بيروت. كيف؟ انت بيتك بوجه المرفأ. كيف خلصتك؟ ليش ذكرت هذا الموضوع؟ لانه عم بقول لك، لانه ليش بشتاق لامي، لانه امي الملك الحارس تبعي كانت. امي كل شيء بالدنيا، بلا ام بحس انا. انت علاقتك خاصه كمان فضيت. انا علاقتك خاصه، حالة خاصه انت وامك. انا وامي. كيف خلصتك من الموت؟ كان بوقتها كورونا، قاعد بالبيت انا وبيتي على البور، بوجه مقابل البور دغري. صحيح. بوجه الاهراءات
بالعاده انا بضل قاعد على البلكون عندي حاطط التلفزيون وكل شيء وقعدت هونيك. هذا النهار حسيت كان بوقتها كورونا ممنوع التجول، كان صار لي 3 ايام 4 ايام مش شايفها. حسيت هذا النهار انه لو شو ما صار بدي اطلع شوف امي لو ربع ساعه. طلعت لشوف امي، بس شفتها لامي طلع الانفجار. انا مفروض كون ميت هلا، انا عايش بونس هلا. امك حدا كتير مهم بحياتك، فقدته؟ اهم حدا فقدته بحياتي. في حدا بيعبي مطرحه؟ لا ابدا. تذكرها كيف تخطيت هيدا الشيء؟ كيف عشت مين قال لك تخطيت؟ كيف تعيشوا؟ كيف عايشوا هلا؟ عيشوا بقناعة انه امي بمحل احلى، بمحل كلنا رايحين له. كلياتنا. هيدي بدها روحانيات عالية كمان، بدها الإنسان يفهم الدنيا على حقيقتها. لحالك توصلت لهيدا من ورا خي طارق كمان. طارق قعدنا كثير أنا وياه نحكي بالموضوع، وصلت لقناعة معه حق فيها إنه نحن رايحين على محل أحلى. هذا جسد فاني. بتعرف طارق كأنك بتاخد حقك بإيد طارق مش بإيدك. يعني واحد بيقول أنا باخد حقي بإيدي، أنت بتقول بإيد طارق. مش ضرورة، لأنه أنت حدا مسالم، حدا ما بيرد، مش ما بيواجه، بس بينظلم، بيزعل، ما بيقسى. شوفي دايما دايما المشكل ورا مشكل، تتفادى المشكل. لشو المشكل؟ وكيف تاخد حقك إذا انظلمت؟ في الله. إيماني بربي كبير، بآمن إنه بآمن بالكارما. أوكي، اللي بتعمله بيرجع له. نفس الشيء. بتعرف عشت الحياة طول وعرض شوي عادل. ارتبطت 3 مرات. أول زواج دايم أشهر كان قرار غلط، من دون ما أفوت بتفاصيل، بس عنوانه إنه ما زبط. ما كنا مناسبين لبعض يعني. تاني زواج أعطاك الأبوة. أعطاني الأبوة بس أبو شربل. بس ما زبط كمان ما زبط. بس بعدكم بس ما ذنبهم هن من عندي. أنت. ثالث زواج اللي هو هلا زبط. زبط. ايه فريدة من تونس زوجتك، وبنتك كيمبرلي ماريا. صح. لحظة ركز معي شوي. قديه بتشبهك؟ منين جبتيها الصورة؟ قديه بتشبهك؟ لك تعرف هاللعبة اللي كنا نلعبها، طلع 7 فوارق بالصورة، طلع لي فارق واحد إذا شاطر. هيدا بس ما بيعرفوا، هيدا أنا وصغير وهيدا كيمبرلي. أوكي. طلع لي فارق واحد. التم. لا أنا شايفة التم مثل أمها. والله؟ ايه أنا تمي صغير، أمها بس في فارق تاني، شعراتك أطول من شعرات بنتك. طب معقول يعني؟ بوقتها كان دارج. ما بعرف هيدي القصة، كان دارج الأهل بيتركوا شعرات الصبيان كمان أطول. كان دارج بوقتها. كان دارج أو يلا بلا ما ناخدهم هلا نقصلهم شعرهم على المواسم. كيف كان يفكروا إنه إذا نخليه يطول شعره هيك بيقوى بيقسل هيك. كيمبرلي كتير تشبهك بالكاركتر كمان. عمرها 3 سنين تقريبا. شوي مش كتير يعني. هي عندها كاركتر مختلف يعني لحالها هيك. عندها بتفكر بالمستقبلها، لأنه الصبي بتقول بيمشي حاله. لا مش هيك. بالعكس الصبي مثل البنت بدك تفكريهم. شربل تقريبا 10 سنين رح يصير 10 سنين. الله يخلي لك اياهم. بس دايما فكر يعني مثل ما بقول باللبناني همهم بصحني يعني. هلا دايما بفكر انه شو بدي اعمل لهم لبعدين، كيف بدي يعني عايشين ببلد منه ستابل، منه صح. وهلا العالم رايحه تطور كمان، فايتين على التكنولوجيا. الناس سابقتنا ونحن عم نرجع لورا، واولادنا هون شو بنعمل فيهم؟ شو بنعمل؟ لكن هلا ديلام واقعين فيها. بتخاف من المجهول؟ انا عايش بالمجهول. عايشين بالمجهول. بتعرف حتى السوشيال ميديا بالنسبه لك مجهول. ما كتير. ما هذا عالم ما بحبه كتير. عالم فيه كذب كتير، مخبى ورا تليفون، مخبى ورا تابلت، مخبى ورا شو بيزعجك أكتر شيء بالسوشيال ميديا؟ بمهنتك أولاً، وبعدين بنحكي بالأمور. بيزعجني كتير بمهنتي
وهذا موضوع كتير على فكرة كتير مهم. اليوم السوشيال ميديا أنا بمهنتي ضرتني، ما بحسها فادتني. بشو؟ يعني مثلا أنا بشتغل بمرحلة من حياتي اشتغلت سكتشات كوميدي. هاي مرحلة خلصت. ما بتحبها هلا مش ما بحبها، مرحلة قطعت، بفرح فيها، انبسطت فيها بوقتها، خلص هلا جديد. هلا صرت انا شخص جديد، انا شخص يعني بطلت هيداك. يعني كنت بتلبق للي كان قبل عادل. اليوم الايمج تبعك بتلبق له سينما، انا هلا أكتر. اليوم انا ما يعني انا اليوم بشبه هيدي المرحله، هديك المرحله قطعت. اليوم السوشيال ميديا لانه واصل فايرل عم بيروح، في ناس بعدها عم بتشوفني بهديك المرحله، انا بطلت هديك المرحله. بس بتعرف في جمهور ما بيعرفك من تيك توك، بس عمرهم 6 سنين و7 سنين و8 سنين و9 سنين بيتداولوا سكتشز تبعك القديمه. بنبسط فيهم، انا بلتقى فيهم كتير بنبسط بردة فعله انه انبسط شافني، بس قال لك انه مبسوط انه بالمضمون باللي حابه هو، انا لا. تغيرت الاشياء عندك كمان. انا بنبسط فيه انه هو انبسط، بس انه ما بنبسط انه مبسوط باللي كنت اعمله، لا. اللي عملته خلص راح. واللي بدك تعمله عارف لوين بعدين في كتير اشياء انا عاملها جمانة، في كتير اشياء اهم بكتير من اللي عملتها اليوم ما مضوى عليها. ليه؟ من وراء السوشيال ميديا، لأن السوشيال ميديا رايحة على محل تافه. سوري، عم بيروحوا محلات تافهة منا عميقة. وبيقولوا لك المهم الكونتنت، مهم الكونتنت مثلا. وين رايحين؟ اليوم السوشيال ميديا عم بتضرنا وعم بتضر أولادنا. اليوم السوشيال ميديا مباحة لأي شخص بده يطلع يعطي رأيه وهو وما بقى إذا مزبوط، هو إذا حقيقي، إذا موجود. في ناس عم تتقتل بعض على السوشيال ميديا، ما بيعرفوا بعضهم وعم بيتقاتلوا مع بعضهم كرمال ناس ما بيعرفون. هول الناس ما بيعرفون. صحيح. عم بيحكوا باسمه. السوشيال ميديا خطرة. ما رح تفوت بهاللعبة أنت. ما بفوت فيها، ما بتعني لي. ولو كان بس بستعملها لشغلي، لتسويق شغلي. تسويق شغلك. وإذا في شيء كلمة منيحة بدي أقولها بطلع بقولها. اليوم أنا بالنسبة إلي، أنا الناس ما بتعرفني، أنا زلمة كتير بوزيتيف. أنا اليوم الكلمة البشعة موجودة والكلمة الحلوة موجودة. أنا بنقي الكلمة الحلوة، ما بروح على البشعة. شو بدي بالبشعة؟ شو رح تقدم متأخر؟ بتخسرك، ما بتربحك. اليوم السوشيال ميديا عم بيستعملوا الكلمة البشعة أكتر من الحلوة. أوكي، بالنسبة لهم الكلمة الحلوة إنه هاي طبيعة طناجر. لا، أنا بيض طناجر معي. سمعني الكلمة الحلوة، أنا بحاجة لكلمة حلوة. ليش بدك تحكيني كلمة بشعة وتضايقني وتضايق حالك وتضايق اللي بحبوني؟ فهمتي شو بقصد أنا؟ هاي السوشيال ميديا بشعة. عادل، بدي روح على مطرح حلو. هي النهضة اليوم اللي عم بتصير بالعالم العربي وخاصة بالسعودية. موسم الرياض، المسارح اللي عم تنعمل، مش بس الحفلات، حتى المسرحيات والأعمال الكبيرة. وانت شاركت بمهرجان البحر الأحمر. صح. كيف تطلع بهيدا الشيء اللي عم بيصير؟ انت فنان وممثل وعندك يعني حيثيتك بالسينما وبالدراما او المسلسلات. اليوم انا بس دعيت على مهرجان البحر الأحمر، كتير انبسطت كتير. اول شيء تنظيمه رائع. يعني في مهرجانات كتير سابقتهم مش واصله لهالدرجه من التنظيم. اوكي. في اعمال سينمائيه انعرضت حلوه كتير، انا ما صار لي اشوفها كلها، شفت يعني اللي قدرت عليه. حبيت الروح الموجوده فيه، حبهم للمهنه، حبهم للصناعه، تقديرهم للناس كتير كمان. بس كمان هون خليني احكي عن موضوع المملكه تحديدا، وعن موضوع الانفتاح، النهضه. خلينا نقول النهضه اللي هي منا شيء جديد على المملكه. النهضه هي منا شغله جديده، بس انا بدي احكي بشقين بهذا الموضوع، واللي هن ضروري احكي عنهم، لانه انا بحب اعطي كريدت للناس اللي عم تعمل شغله حلوه. هاي طبعي انا، ما تنحط بمجامله، منا مجامله، هيدي الحقيقه. لا، ما هي حقيقه وشايفينها كلنا يعني. اليوم اللي عم تعمله هيئه الترفيه تحديدا وبوقت كتير قصير، اوكي، بوقت كتير قصير اللي انعمل لهلا واللي رح ينعمل، ما فيك الا ما ترفعي له القبعه وتقولي انه لا، انا حق، انا محلي معهم. احلامي هونيك اللي عم بيعملوه كتير حلو. اوكي.
من ناحية الفن، الرياضة، الموسيقى، اللي عم بيعملوه شغلة كتير عظيمة. هيدي أول شيء، هيدا الشيء واللي عم بيعملوه. ليش عم بيعملوه حلو؟ لأنه عم بيتخطط له صح، أي في رؤية، وعم بيتنفس صح 100%. هلا أوكي، بدي أقول لك في كتير إنه أوكي معهم مصاري، كل العالم معه مصاري، كل العالم صح. بس تستعمل بالمطرح الصح، عم بيستعملوه بالمحل الصح 100%. فهون معلش خليني وجه تحية كبار وبرافو، وأنا كتير فخور أني عربي، لحتى بس بدي وجههم تحية يكونوا عم بحكي بلغتهم، لأن هيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ اللي عم بيعملوا بخوف حقيقي. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني بالنسبة للمملكة، عنده رؤية هيدي 2030 رسمينا للجماعة لقدام، في مستقبل، في مستقبل. هيدي من ناحية البلد وللشعب. صحيح. عادل، في كتير اشياء بعد كنا نحكيها لانه جاي قعدات كتير يعني. والله بتعرفي شغله، صحيح انا كتير بعمل مقابلات، وهيدي مش عم جاملك هاي الحقيقه، لانه اغلبيه اللي بيحاوروا بيبقى عندهم مشروع جايين يطبقوه مع الضيف. انا معك حسيت دردشه من القلب للقلب، وانا كتير ارتحت، كتير انبسطت، وكتير انا وقليل ارجع احضر حالي هاي المقابله، ارجع احضرها بس تبي انت بتحضرها لانه حبيتك كتير كيف عم تسمعي لي. اي لا اكيد، لا انا لا اقدر اسال، لازم اسمع، اذا ما سمعت ما فيني اسال. جمانة انت بنشوف الحال فيك. ثانك يو. وانت كمان بتمنى بس تحضرها، انتبه ما تعمل انفولو بالغلط لحدا. كم انفولو صرت عامل غلط؟ كنت اكبسها بالغلط، اكبسها انفولو بالغلط. كم عشان تكلفت لتعمل صلحة ومصالحة يا بيي مشان هيك هو تقديم البرامج عملوا لي مشاكل كتير قبل. مشان هيك انا يعني خاصة مذكرة هيدا حكي شو عمل لي مشاكل، وانا من هيك يعني. انا اللي بيعرفني بقول هذا تتورط خلص. قلت لك لابس هذا الدور الممثل، لابس دور المقدم، طالع عم بحكي ياما اتورط، ارجع بعدين اصر انه بدي اطلع اعتذر. فمرحله قطعت. ما يعني بدي تعرف شو بدي اقول، انا كل حدا زعل مني قبل قل له انا مسحب الدقن وصحتك بالدنيا وما يوزونا ونسيا. الدنيا فانية. اي صحيح. خلينا نزرع محبة، ما بيبقى إلا العلاقات الإنسانية. عادل ثانك يو. أنا انبسطت كتير، وإن شاء الله نقطة وانتهى يكون مش انتهى، يعني يكون في نقاط جاية كتير. لا بإذن الله النقاط الحلوة جاية. ناطرين مسرحية خيال صحراء. اي أنا أحضرها. ثانك يو.